السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة كويزين فرح جي اش. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم في صحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الغديوه اللي هي بسيطه ولكن كتجي بنينه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا اللوبيا، واحد الزعلوك بالطريقه ديالي. طبق مغربي 100%، ولكن كيجي بنين. كنتمنى تجربوه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير ديال اللوبيا ديالنا. عندنا 500 غرام ديال اللوبيا. انا رطبتها يعني في الليل كله هي مرطبه هكا مفزكه. وعندنا واحد الكاس ديال الزيت البلديه مخلط واحد شويه بزيت المائده. وعندي هنايا واحد 3 ديال المطيشات صغار محكوكين، واحد المعلقه كبيره ديال الطماطم المركزه. وعندي هنا واحد البصيله صغيره محكوكه، يعني بصله صغيره. اللوبيا ما كتبغيش البصله، يعني ديروا غير واحد شويه ديال البصله. اللوبيا ما كتبغيش البصله. وهنايا عندي هنا التوابل. عندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره عامره ديال الملحه ديما كنقول لكم قيسوا. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكينجبير عامره، وعندي معلقه صغيره ديال التحميره، وعندي واحد الراس د المعلقه ديال الفلفل الاسود، وعندي واحد القريصه صغيره ديال الكمون، غير شويه ديال الكمون، يعني الا كثرتوا الكمون غتجيكم اللوبيا مره. وعندي هنا القزبر والمعدنوس مطحونين مع الثومه. انا كنديرهم في الهاشوار مع الثومه، يعني الا ما كانش عندكم هكا مطحون مع الثومه غديروا جوج ديال الفصوص ديال الثومه. وعندي واحد شويه زبده ديال الحار، كتبقى اختياريه ولكن كتعطي البنه في اللوبيا. اول حاجه غنجيبوا الكوكوط، غنديروا اللوبيا راه مغسوله كما قلت لكم، واللي كله هي في الماء. غادي نجيب داك المطيشه اللي حكيت. راه كل واحد والطريقه ديالو في اللوبيا راه ساهله بزاف. انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. وما هي راه حاجه ساهله، يعني ما كتحتاج شي حاجه. وداك البصيله الصغيره اللي قلت لكم حكيتها هي. والقزبر والمعدنوس. القزبر ديما يكون غالب على المعدنوس في القطاني. وداك الثومه اللي طحنتها مع هذا القزبر والمعدنوس. وداك الكاس ديال الزيت البلديه، وشويه ديال زيت المائده، يعني زيت البلديه غتكون كثر. زيت الزيتون القطاني كتبغي زيت الزيتون. والتوابل غنديروا كلشي في دقه واحده. وغادي نديروا الماء سخون باش الجلده ديال اللوبيا ما تحيدش لينا. الا درتو الماء بارد غتلقاو اللوبيا ديالكم كتفسخ ليها الجلده. ندير الماء سخون كيف ما كتشوفوا، تقريبا هكا واحد لترو ديال الماء سخون، ولا قلب شي شويه. هانتوما بعد ما زدنا الماء سخون، دابا غادي نسد الكوكوط. وقبل غادي ندير هاد الزبده هادي. راه ما واخا حاره راه ما كتطلقش الحار، يعني كتبقى هكاك صاينه، ما كتطلق لا حار لا حتى شي حاجه. دابا غادي نخلي اللوبيا ديالي طيب واحد ساعه قل ربع، ونفتح عليها ونشوف داك الساعه واش طابت ولا لا. الا كان خاصها طياب غنزيدها. ونار تكون مهيله، النار يعني ما تكونش مهيله بزاف، تكون متوسطه، يعني ما نجهدوش على العافيه بزاف، تكون متوسطه. صافي نخليوها ساعه قل ربع وخليكم معايا. وغادي نرافق هاد اللوبيا ديالي. غنرافقها انا اليوم، اختاريت نرافقها بواحد السلطه اللي تكون سخونه، التكتوكه. يعني معروفه حنا عندنا المغاربه التكتوكه. التكتوكه على الطريقه، المهم الطريقه المغربيه العاديه. غنشارك معكم طريقتي. عندي هنايا 4 ديال الفلفلات، وعندي هنايا 2 ديال الدنجالات، و2 ديال المطيشات. اول حاجه انا الفلفله، يعني انا التكتوكه كنديرها على البوطه، ما كتعجبنيش هكا في الفران. حتى في الفران كتجي مزيونه، ولكن في البوطه كتجي بنينه بزاف. غادي نجيب واحد شبكه ولا شوايه، ولا المهم اللي متوفر عندكم. وغديروا الفلفله بحال هكا. ندير الفلفله ديالي. فاش تشوى ليا الفلفله غادي ندير الدنجال. غندير الدنجال، ولكن مطيشه ما غنشويهاش. مطيشه غادي نحكها بوحديتها في واحد المقيله
المهم من بعد وغادي نوريكم الطريقه. انا غنشوي دابا، غنشوي غير الفلفله والدنجان، يعني صافي. هذه هي الطريقه ديالي انا في التكتوكه. المهم خليكم معايا. ومن بعد ما تشوات لينا الفلفله ديالنا فوق البوطه، ها نتوما كنقيها، ما كتغسلوها ما حتى شي حاجه، كتنقيوها غير هكاك وكديروها في واحد الطبسيل هكا ولا في واحد المقيله هكا وكتبداو تدقوا. انا يعني انا كندقها، كاين اللي كيقطعها بالموس، كاين اللي انا كتجيني ندقها، يعني كتجيني ديال الطريقه التقليديه المغربيه، هي كندقوها بحال هكا. كنبقاو المهم كنجيبوها هكا شي غراف ديال البلاستيك وكنبقاو ندقوا بحال هكا. المهم كنبقاو ندقوها مزيان حتى كتلي لينا مزيان، يعني كتولي رقيقه بزاف. وداك جوج مطيشات اللي وريتكم قبيله درت حكيتهم في مقيله وزدت عليهم واحد معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الملحه وواحد شويه ديال الثوم، يعني واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم، انا كتعجبني الثومه، وواحد نص كاس ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، غير زيت الزيتون، ما ديروا حتى شي حاجه، يعني ما ديروش زيت المائده، وواحد المعلقه صغيره ديال التحميره. هاهي صافي. كنشحروا يعني كنقليو هاد المطيشه ديالنا مع هاد التوابل بحال هكا حتى كتقلى لينا مزيان. يعني المطيشه انا ما شويتهاش، كاين اللي كيشويها في زعلوك، المهم كل واحد الطريقه ديالو. انا كنفضل المطيشه بحال هكا كنطيبها بوحديتها، كتجي بنينه بزاف. غير جربوا هاد الزعلوك هذا، غير جربوه كيجي بنين بزاف. صافي غنخليو المطيشه ديالنا مع هاد العطور داكشي يتقلاو، وغادي نزيدو عليه هاد الفليفله وهاد الدنجان. بعد ما غندقهم مزيان، غندقهم صافي. الا بغيتو نتوما تقطعوهم بالموس حتى هكاك مزيان، يعني قطعوهم قطع صغيره هكا بالموس. ها نتوما بعد ما داك المطيشه تقلات ليا مع الزويته وداك التوابل اللي درنا، دابا غادي نزيد الفلفله اللي دقيت. ها نتوما الفلفله شتي كي كتجي، انا كنفضل ندقها، واخا عندي الهاشوار واخا ما كنبغيش نطحنها، كتجي زوينه بحال هكا، خصها تجي بحال هكا، يعني ديال التكتوكه الاصليه الصراحه ديال الله. صافي وكنزيد على هذا الخليط وكنبدا نقلي كلشي، كنبدا نقليه مع داك الميطشه وداك التوابل اللي درنا. صافي وكنبدا ندي نجيب هكا واحد شويه، راه كلشي، راه الفلفله وكلشي يعني طايب، اللي كندخلو فيها داك العطور وداك صافي. غنستمر بحال هكا كنقليها مع داك الفلفله، غندمجهم كاملين بحال هكا صافي تنحس بها تقلات ليا مزيان ونطفي عليها، يعني واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق بحال هكا. هانتوما الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، اللوبيا محبوبه الجماهير، كتجي زوينه وبنينه بزاف، كتجي خاطره، يعني كتجي زوينه بزاف. الزعلوك جربوه بهذه الطريقه هذه، تشويوه فوق البوطه وديروا له مطيشه، يعني تقليوها بوحديتها، كيجي بنين على ملي كتشوي كلشي في خطره واحده هكا في الفران وعاد يعني بهذه الطريقه هذه كيجي بنين بزاف. المهم كنتمنى تجربوا الوصفات ديال اليوم، وما تنسونيش باللايك والبارطاج، وشكرا على المشاهده.